انا مستغربه من الكلام اللي داير واللي بيقولوه على ان انا اجبروني وان انا محبوسه او ان انا بتكهرب او غسيل مخ من الكنيسه او محبوسه في دير. الكلام ده مش معقول ومش منطقي، لان الكنيسه بتعلمنا الحب، بتعلمنا من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر، ويعني ويكون في شفافيه علشان نوصل للمعلومات الاكيده او المعلومات الصحيحه في موضوع خطف مرات ابونا. فايه رأي نيافتك؟ وبرضه لو نيافتك تطلعنا، هل في من اي اخبار حاليا بعد ما استلمتوا مرات ابونا؟ بعد ما استلمتوا مرات ابونا؟ بعد ما استلمتوا مرات ابونا؟ طب احنا بعتنا مندوبين من عندنا يستلموها واستلموها وخلاص بكل سلام. بس او محبوسه في دير. الكلام ده مش معقول ومش منطقي، لان الكنيسه بتعلمنا الحب، بتعلمنا من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر. نعم. استلمنا مرات ابونا من امن الدوله في المنيا ولا في القاهره؟ لا، مش من امن الدوله ولكن في القاهره. رجعوا تصوني الى القاهره، رجعوها القاهره مش كده؟ لا، ما رجعوش القاهره ولا حاجه، هي كانت في القاهره. هي كانت في القاهره، يعني هي كانت مختفيه في القاهره. وحاليا في دير مثلا يا سيدنا؟ في مكان غير معلوم، تحت اشراف الكنيسه، تحت اشراف الكنيسه، تحت اشراف هيئه كامله من الكنيسه علشان خاطر يظبطوها يعني. مش معقول يعملوا لي غسيل مخ. غسيل المخ ده شيء مش مستحيل ان هو يعني يغير الديانه، لان الديانه دي مشاعر من جوه، مستحيل ان هي تغير القلب من جوه. وحتى لو غيروا القلب او غيروا الدماغ، الميرون اللي احنا واخدينه في المعموديه مستحيل ان هو يخلينا نمشي ونسيب المسيح، ونسيب المسيح اللي تعذب عشاننا وتألم عشاننا. ولكن تقريبا يعني ان كان في لعب في دماغها من حد تاني، اللي هو المدرس اللي معاها في المدرسه ده سيدنا اللي كان قيل عنه تقريبا. لكن تقريبا
وفي الحاله اللي زي كده يا سيدنا ممكن طيب يعني بتقول يعني نيافتك بتقول ان هو كان في لف على دماغها وحاجات، ايه الامور الروحيه اللي ممكن او ايه الامور اللي بتؤخذ معاها في مثل هذه الحاله على اساس انه يعني من رعايتها روحيا ورعايتها اسريا، هل في خطوات ايجابيه هتؤخذ؟ لا هي علشان كده احنا خليناها في مصر عشان خاطر ترعى نفسيا وروحيا وفكريا. نعم. كده هو فيه. سيدنا احنا تم استلامها من امن الدوله في المنيا ولا في القاهره؟ نعم. استلمنا مرات ابونا من امن الدوله في المنيا ولا في القاهره؟ لا مش من امن الدوله ولكن في القاهره. أما من ناحية الصحافة والكلام عن حياتي الشخصية على زوجي وعلى أسرتي، أولا أنا رافضة الكلام، لأن حياتي الشخصية دي لأسرتي ولكنيستي ولعيلتي والأب اعترافي والمرشد بتاعي، لكن غير كده محدش مسموح له إنه يتكلم في حياتي الشخصية. مظاهرة داخل الكاتدرائية الكبرى بالعباسية نظمها مئات الأقباط التابعين لديرمواس في المنيا احتجاجا على ما وصفوه باختطاف زوجة القس تداوي السمعان كاهن كنيسة ماري جرجس بمركز ديرمواس وسط تواجد أمني مكثف خارج الكاتدرائية مطالبين بعودتها في أسرع وقت. احنا لنا مطلب واحد بس، مرات ابونا هناخدها معانا وهنروح، مرات ابونا هناخدها معانا وهنروح، ما فيش ازيد من كده. حتى الصورة مش شبهي يعني، حتى الصورة مش شبهي يعني، حتى الصورة مش شبهي يعني.